يلا بقى فلوج، وانا مش عارفه رايحه فين في اسكندريه. تقول عليها فلوج خروجه، ارخص خروجه في اسكندريه. يلا بينا نشوف. جماعه دي لما بقول لحد حط لايك واشترك في القناه وفعل الجرس اللي ما بيشتركش وهي فيديوهاتي وحشه. يمكن وحشه، يلا بقى هنعمل ايه طيب. وانا نازله بقى لازم احط الحاجتين دولت معايا في الشنطه، لازم يعني عشان ايه، انتوا عارفين العرق والبهدله، مش قادره اقول لكم تنسيح. ده بقى الاتوبيس ده جميل جدا، انصحكم تجربوه. وهو في الصبح يعني ايه لحد 6 7 كده، حلو جدا. تتفرجوا بقى على كل اسكندريه اهو. تتفرجوا على كل اسكندريه من فوق. يعني بصوا يعني اي حد بيصيف لازم يركب الاتوبيس ده. والصبح ليه بقى؟ هيشوف كل اسكندريه، يشوف البحر كله من فوق بقى وايه، ويعيش بقى وايه، وسيبني اعيش. المهم بقى قعدت بقى، دي ارخص خروجه يا جماعه في اسكندريه. ليه ارخص خروجه في اسكندريه؟ هتروحي تقعدي على الكورنيش، ولا تدفعي مليم، ولا تقولي بقى كافيه معكيش فلوس تغسلي الكافيه، مفيش مشكله، اقعدي عادي جدا على سور البحر عادي جدا. ولا بقى في بقى لو انت بقى مش قادره ظهرك وجعك ومش عارفه ايه، في كراسي طبعا بتبقى موجوده. الكرسي ب20 جنيه. تمام. الحته بقى اللي بعيد عن خالد الوليد دي بتبقى فاضيه. تروحي خالد الوليد يا جماعه بتبقى زحمه جدا، لكن في محطه الرمل وقبل محطه الرمل بشويه فظيعه حلوه جدا. هنا بقى كنت ماشيه في شارع النبي دانيال. النبي دانيال يا جماعه اتطور جدا بشكل تحفه، ما فيهوش عربيات. الشارع ده بيبقى فيه كتب بقى وحاجات كده كلها اثريه، تحفه تحفه تحفه. ولا بقى في عربيات ولا اي حاجه. عجبني جدا طبعا. وهنا بقى كنت عامله فيديو المكرونه البشاميل اللي كنت عاملاها، وانتوا ما حطيتوش عليه لايك ولا فيديو، بس هحطه لكم تاني عادي، مرضيه بقى. فانا حطيته بقى. هنا بقى المكرونه البشاميل اللي بقى بشرح بقى. بصوا يا جماعه، هي المفروض تبقى عليها بشاميل من فوق، بس مش عارفه ليه فين البشاميل راح فين. بس في الاخر لما قطعت المكرونه البشاميل عرفت البشاميل راح فين. طلع البشاميل يا جماعه جوه خالص. لما عملت البشاميل نزل كده كأنه كان خفيف شويه فنزل. بصوا بقى طبعا، وده الدليل. وده الدليل بقى. بصوا الدليل ايه. ماشي، وده الدليل. بصوا بقى، بصوا البشاميل طلع ازاي. خطيره يا جماعه. انا عملت المكرونه البشاميل دي المره دي بصدق. يا جماعه انا زعلانه قوي الايه. انا مالي هنكت كده ليه؟ القناه بتاعتي بقى لها كذا سنه مش عايزه تتفعل. انا تعبت والله بجد في الحوار ده. الموضوع بجد عايز صبر يا جماعه، والنبي يا يوتيوب، والنبي خلي بالك مني. بصوا البشاميل اللي بقى شفتوا بقى الدليل. مش ناشفه. انا بقى ما بحبش المكرونه ناشفه من جوه خالص ولا بره، بس انا فظيعه بصراحه. طبعا قطعتها بقى، كانت سايحه ونايحه وساحت على بعضها، بس احسن، انا بحبها كده. بصوا بقى الغروب بقى. يا سلام، انا بعشق البحر، زيك يا حبيبتي حنون، وساعات زيك مجنون، ومهاجر ومسافر، وساعات زيك حيرة. بصوا بقى دي محطة الرمل، بس قبل محطة الرمل بشوية. يعني مش محطة الرمل بالظبط كده يعني، عشان ايه محط رمل بالظبط هتلاقي بقى ايه، زحمه زحمه زحمه. قبل محط رمل بشويه تلاقي السور فاضي شويه. فانتوا رايكم بقى ايه؟ انا بصوا، انا قلت لكم حاجات ببلاش كده، هي رخيصه اهي، وتاخدوا معاكم الاكل اللي انتوا عايزينه. بصوا الفريسكا دي بالشوكولاته كانت ب20 جنيه، بس كانت بتتكسر، بس والله حلوه يعني مش وحشه. بتبقى سخنه بقى، انا بحب الحلويات السخنه قوي. إيه بس كده. بصوا بقى دي الكراسي اللي بقولكوا عليها ب20 جنيه. يلا عجبكم الفيديو حطوا لايك، اشتركوا في القناه، واشوفكم في فيديو جديد، وفعلوا الجرس يا جماعه عشان لما انزل فيديو تشوفوا. وقولوا لي بتحبوا فيديوهات ايه، يعني طبخ مش عارفه ايه. والله العظيم انا مش عارفه اعمل ايه. مش عارفه اعمل ايه، زهقانه.